ايوه يا كبير، هو قاعد في فندق كبير قوي اسمه فورس هورس. المهم انه قريب من المطار. لا مش قاعد لحاله، معاه واحده. واحدة مين؟ تشتغل في المركب عندنا؟ ها، دلوقتي أنا فهمت. اسمع يا بدير، عايزك تحط عينك وسط راسك. الحكاية دي مسؤوليتك أنت. أنا دماغي مقلوبة وبالي مشغول. أيوة يا بدير، فاطمة تعبانة شوية. أيوة، الحالة صعبة ومحتاجاني جنبيها. اديني الأستاذ فرحات. أيوة، هقول له على لازم يحصل. عايزك تنفذ اللي هيقوله بالحرف، فاهم؟ الو، ازيك يا استاذ فرحات؟ بخير يا سيادة النايب. ايوه طبعا، ما تقلقش ما تقلقش، الناس بتاعتي هتتصرف. لا 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 لا، بدير بيه ورجالته خليهم بعيد دلوقتي لانهم معروفين بالنسبه له. ايوه، انا عاوزك تطمن خالص، احنا كل اللي يهمنا سلامة شفيق بيه. هنسيبه ياكل في العسل كده يومين لحد ما يشبع منه وبعد كده نتصرف. انا هرتب كل حاجة مع مدير بيه، ما تقلقش، عايزك تطمن. اهو مع جنابك. ايوه يا عمي، طبعا تحت عيني. لا ما تخافش، انا مفنجلها زين قوي. سلام عليكم، مع السلامه يا عمي، في حفظ الله، سلام. يا مرارك الطافح، هو ينام في العسل الابيض وانا ما اعرفش انعس هبابي. معلش يا مدير بيه، شاب صغير وفلوس كتير، طبيعي انه يتصرف كده. لو كان قال لي انه عايز يريح راسه ويتجلع كام يوم كنت وافقت. ما هو برضه شاب ومن حقه، لكن يخفى كده ويقفل تليفونه ويعيشنا في القلق ده. ما هو ما يقدرش يقول لك على حاجه زي كده يا عمي. شفيق ما قدرش يرفع عينه فيه. يقول لك ايه؟ انه بيقضي الاجازه مع واحده. حسابه معايا كبير. بالعجل بالعجل يا عمي. احنا نحمد ربنا الوقت ان اطمنا عليه وبيجي تحت عينينا. وانا من رايي لما يرجع بالسلامه نقعد معاه ونفهمه غلطه وبالهداوه. شفيق لسه صغير. ايوه دكتور فخري، لقيت حجز الحمد لله. انا في انتظارك. ايوه، هتنزل المطار تلاقي عربيه في انتظارك. لا فاطمه الحمد لله حالتها هاديه، امها واخواتها قاعدين معاها. ايوه، واخدين بالهم منها زين. الله 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 الله، ايه يا واد عمي؟ ايه اللي رجعك تاني؟ خدت 4 ايام حبس على ذمه التحقيق. وانت ما اتعرضتش على النيابه ليه؟ هروح بكره. السول حسن بيقول لي ان انت معاك محامي جامد قوي ومتوصي عليك من فوق انك تتعامل احسن معامله. احسن معامله ايه بس يا اخي؟ خليها على الله، ما انا زيك اهو. مين فيكم مناول شحاته والسعد الشرب طالعه؟ ايوه انت خد يا سيدي كل ورم عظمه، اذا عوزت حاجه انده عليا، انت متوصي عليك مظبوط. توصي عليا انا؟ ايوه. ربنا يبارك فيك. اللهم صل على النبي. وتقول لي زيك، انت بتغزل عين عنك ولا ايه؟ ليه بس يا اخي؟ والله ما اعرف مين اللي بعده. ما الحكايه باين، انت معاك حد من الواصلين وكلمته مسموعه جوه الاسم. طب يلا بسم الله. يلا يلا رجاله، قوم يا ابو مها، قوم يلا بسم الله. مفيش غير حل واحد علشان ما ندخلش في مرحلة الخطر. قول يا دكتور، انا مستعد لاي حل، بس تطلع من اللي هي فيه. الست فاطمة لازم تتنقل مصحة في مصر. مصحة؟ مصحة كيف يعني؟ مصحة أمراض نفسية. بتقول ايه يا دكتور؟ عايزني اودي بنتي مستشفى المجانين؟ يا سيادة النائب أنت راجل متحضر، وبعدين المصحة دي بتضمن
ان الست هاني موجوده تحت رعايه مكثفه. اطمن، هي مش هتقعد هناك اكتر من اسبوع اسبوعين بالكتير. ايوه يا دكتور فخري، لكن ارجوك بلاش الافكار القديمه دي اللي بتقول ان العلاج النفسي ده عيب وما يصحش. دي احسن طريقه لانقاذها. وبعد كده اطمن، انت ممكن تطمن عليها بنفسك. علاج نفسي؟ البنت دي حظها مخربط طول عمرها، مع انها احن واطيب اخواتها والله. انا من واجب اقول لك ان ده الوقت المناسب لانقاذها، لان بعد كده ما نضمنش المرض ممكن يودينا لحد فين. وهو فين دلوقتي؟ في المخزن القديم تحت. وضبطوه؟ متشفي ومستوي على الاخر. افرم عليك يا تخرج. كفايه يا باشا، كفايه يا باشا، انا ما عملتش حاجه. ابوس ايدك امرني باي حاجه يا باشا وانا انفذها. انا خدامك، لو قلت لي ارمي نفسك في الماء انا هرمي، بس طلعني من هنا. مش انا اللي هامرك يا زباله. اللورد بنفسه جاي يتكلم مع كلب زيك. عارف اللورد مين؟ مين؟ شوقي باشا زهران. جاي يضيع وقته الثمين مع كلب زيك. شوقي باشا زهران؟ ايوه شوقي باشا. عملتك السودة قلقت منام اللورد وعكرت مزاجه. ده كلب يعوزك. كفايه يا دحروج. اوامرك. والله يا باشا ما اعرف انه تبع سعادتك يا باشا. انا لو كنت اعرف كنت سبت عمل مع البت ما بداله يا باشا. ولا مش فضيلك وياك تلف وتدور علي. طلعت تتهجم على البت ولا ده مرسوم ومتوضب؟ ملعوب ملعوب يا باشا، ولا اللي نفذته. البت دي جبتها منين؟ لا دي بنت خالتي فعلا يا باشا، وبنت غلبانه بتجري وراها تامه يا باشا. قبضت كام في العمليه دي؟ 3 بواكي وقسمتهم مع سيده. 3 بواكي يا ناقص. العمليه دي عملتها لحساب مين؟ ها؟ انتم؟ مصباح. مصباح يا باشا. مين المصباح دي؟ انا ما اعرفوش يا باشا، كل اللي اعرفه اللي شغال في محل في البياصه يا باشا، وكان بيجي يقعد عندنا على القهوه في الماكس، وناس صحابي عرفوني بيه يا باشا. ايه اللي بين مصباح وطلعت؟ ما اعرفش يا باشا، هو عمل فيه مغرز عشان الناس تشوف ان هو ديني وعينه زايغه وسمعته تروح يا باشا وسط الناس. البت الصايعه دي فين دلوقتي؟ مأمن عليها يا باشا في غيط العنب، ومستنياني اعدي عليها بكره نروح النيابه. هتطلع دلوقتي مع الرجاله تجيبوها وهتنفذ اللي هقول لك عليه بالحرف الواحد. لو عملت كده اقول لك على طريقه واطلعك بيها من الورطه دي. اي غلطه كلام ملوش غازي الدبان الازرق هيعرف لك شو طريق. جيب العواقب سليمه يا رب. طلع ولدي. كيفك يا ولدي؟ جابك يما. كيف ما جيش يا ولدي؟ ان شاء الله ربك هيزر الحق. شد حيلك شد حيلك يا طلع. تأسيسة يا ناقصة. لولا القيود اللي في يدك كنت ذبحتك ذبح. خلاص يا ساكت يا جدع انت. اوعي تفتكر اني هسيبك، هحبسوني 5 سنين هطلع واجيبك. اعمل معروف. اقعد ساكت. صباح الخير طبعا. صباح الخير. سيدة أمين مدبولي. منور شحاتة والسعد. شد رجاية حيلك عبد الله الجنايني. شد حيلك يا ولدي. رجاية عبد الله الجنايني. يا سعادة البيه كل الكلام اللي عندك كذب في كذب. أنا راجل بخاف ربنا وبراعيه في كل خطوة، اسأل عليا في السوق، أجيب ناس يشهدوا علي. اصبر يا طلعت. أنا بس بفهم سعادة الباشا يا بيه. اتهمني بأي تهمة يا بيه إلا دي، ما مدش يدي على مرة واصل. أمال الكدمات اللي عندها دي جت منين؟ أنا ما عارفش يا بيه، اسألها، بس خليها تحلف على قرآن ربنا الأول. هي قايلة في أقوالها إنك أنت تهجمت عليها ولولا أصول ابن خالتها كنت ممكن تنجح في اغتصابها.
اغتصاب مين يا بيه؟ اصبر يا طلعت خلينا اتكلم. بيقول لك اغتصاب. اسكت طيب. ارجو من سعادتك تستجوب المجني عليها عشان كلامها هيثبت براءة موكلي. قولي لي انت ليه بتتهم المدعو مجاوري شحاته واشرحي لي اللي حصل منه بالظبط. انا ما بتهموش يا سعاده الباشا، بس طلعت ما مدش ايده عليا. انت بتقولي ايه؟ اسكت شويه، ده كلام تاني خالص. امال ايه سبب اتهامك للمدعو مجاوري شحاته؟ يا باشا انا ما اتهمتهوش، كل الحكايه ان انا كنت دايخه شويه وعماله بعيط، وممكن يكونوا هم اللي فهموني غلط او كتبوا كلام انا ما قلتهوش اصلا. امال ايه اللي حصل بالظبط؟ كل اللي حصل يا سعاده الباشا ان مجاهد ابن خالتي انا كنت واخده منه فلوس وجاي طالبني بيها، ولما قلت له ان انا ما معيش قعد يضربني ويتخانق معايا لحد ما جسي طلعت وحجزنا عن بعض. بجد ده حاول يعتدي عليك او يغتصبك؟ لا يا سعاده الباشا، ده ابن خالتي وبيخاف عليا. ده كلام تاني غير موجود بالمحضر خالص. اظن سعادتك اتاكدت من براءة موكلي، ارجو الافراج عنه فورا من سرايا النيابه. طبعا اكتب يلا. يتم الافراج عن مجاوري شحاته ابو سعد من سرايا النيابه بلا اي ضمان، ويعاد استدعاء المدعو مجاهد عبد الله لمواجهته باقوال السيده امين. يعني انا امشي يا بيه؟ خلص اجراءاتك، مع السلامه يا سيدي.